السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الصلاة وأفضل السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة هسيق السلم وأوريكم ازاي تسيقوا السلم، لا توطي ولا تتعبي ظهرك ولا ظهرك يوجعك ولا تحسي ان انت سيقتيه بصراحة، يعني هتسيقوه تحسي ان انت ما سيقتوهوش. ده منظر السلم بتاعي، شوفوا الدرج عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. شايفين منظر السجاير والدرج والكراكيب بقى، احنا كده لسه ما وصلناش للكراكيب. شايفين بقى الكراكيب دي اهي، الكراكيب اهي. بصوا ارجع ورا اهو، شوفوا الكراكيب. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اول حاجة هنبدأ ان احنا نشيل اي حاجة هتوقف المية معانا، ده اول حاجة نبدأ نعملها. شايفين منظر الدرج ده، يمكن الدور ده بس هو اللي يمكن نضيف شوية عن الباقي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا هبدأ يا حبايبي هشيل كل الكراكيب اللي على السلم وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. الكراكيب اللي ملهاش لازمه هشيلها ارميها، واللي ليها لازمه هسيبها عشان ننضف السلم ويبقى شكله حلو ونطلع عليه نفسنا تتفتح ليه. حتى الكراكيب اللي انا مش عايزاها اللي زي دي كده هشيلها ارميها، واللي انا محتاجاها هسيبها. عشان ايه؟ انا بصراحه اي حاجه بتبقى نضيفه عندي نفسي بتتفتح لها كده. هبدأ ان انا اشيل جميع الكراكيب وهرجع لكم تاني يا حبايبي وهتشوفوني وانا بسيق السلم كده. انا عندي المقشه دي فرشه مقشه قديمه انا عاملاها للحمام وللسلم، ودي المقشه بتاعتي اللي هي الكويسه اللي بكنس بيها، اللي هي الجديده. عامه هي مش جديده بس ايه اللي انا بستعملها يعني. هبدأ بقى ان انا ايه افكها اهو اهي كده اتفكت. هركب بقى التانية اللي هي ده اهي. اي فرشة قديمة عندك بتقدم، اي مقاشة بتقدم عندك استعملي فرشتها ما ترميهاش. دعاكي بها اغسلي بها القيسة، سيقي بها المطبخ، سيقي بها الحمام، سيقي بها السلم، استنفعي بها ما ترميهاش. الفرشة دي بقى هجيبها واحطها هنا على ما اخلص وهركبها تاني للمقاش. وانتوا شايفين السلم اهو. السلم طبعا انا خليته من كل حاجة، كل الكراكيب اللي كانت عليه انا شلتها، وهتشوفوني دلوقتي وانا واخده الخرطوم وطلع كل الكراكيب اللي عليها انا شلتها. ما عادش بس الا الفرشه دي. هشيل الشكاره دي عشان ارميها اهو، هرميها. والشباشب دي برضو كده ايه هشيلها. انا مشكلتي ان انا الزريبه بتاعتي على السلم فهي اللي مدهولالي الدنيا. لو الزريبه مثلا بتاعتي من بره كده مش هتتعبني ولا هتدهولي الدنيا ولا حاجه. كده خلاص كده الكركبه، كل الكركبه اللي على السلم اتشيلت. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بسحب الخرطوم عشان ابدا ان انا افتح الميه. انا هفتح الميه بقى زي ما انتم شايفين اهو اهو. هبدا بقى ان انا ابوش السلم كله، هبوش السلم كله. اي حاجه هبوشها على السلم اهو زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين اهو المقشه في ايدي والخرطوم وانا طالعه بقى ابوش الدرج. هو مجرد ما يبوش هتجري بس بالمقشه وتجيبي المساحه وتمسحي وخلاص، ولا كلور ولا اريال ولا اي منظفات هتعمليها تستعملي. انا عامه عن نفسي انا ما بستعملش اي منظفات، لان انا لما استعمل منظفات بتزحلق على السلم، والسلم بتاعي بقى طويل حوالي 3 ادوار، فعشان كده انا ما بستعملش منظفات. انا بستسهل الميه، الميه انضف من اي حاجه.
سجاير بقى، وعيالي بقى بيجوا ما شاء الله ربنا يخليهم لي ويحميهم لي، يعني اي حاجه بتقابلهم بيجوا بقى يلعبوا بقى على السلك. كركبه طبعا المنظر اللي كان هنا فاكرين الانابيب والكركبه دي كلها نشلت اهو اهو، وبوش زي ما انتم شايفين كده. هبوشه كله زي ما انتم شايفين كده، وهرجع لكم تاني علشان انا مش هعمل اي حاجه غير بس هرش الميه، وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا كده رحت لاخر درجه، هبدا بقى ان انا اثبت الخرطوم عشان مش هعرف اتحكم بالمقشه وانا ماسكه الخرطوم في ايدي. هبدا اثبته. انا كده ثبت الخرطوم، هبدا بقى ان انا اسحب. والله ولا هتدعكي حد، انت بس هتسحبي كده ايه، ان لو في تراب في حاجه على السلم يعني مش هتدعكي حد اهو. وملحقش يبوش اصلا، ده انا يا دوبك مشيت الميه عاديه يعني انتوا شايفين اهو، ملحقش يبوش برجلي وانا واقفه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله وانتي واقفه ما بتوطيش ظهرك. ولا تقولي لي بقى شرشوبه ولا جردل ولا مسح، هو كده تنظيف السلم بتاعي. هتجيبولي شمال هتجيبولي يمين، انا ما برتاحش الا في تنظيف السلم كده. لا بستعمل بقى شرشوبه ولا بستعمل اريال ولا كلور ولا اي حاجه اهو. شايفين الاربع درجات اللي نضفوا ما شاء الله اهو. وهوريكم بقى الدرجات اللي كانت تحت اللي هي قدام باب الزريبه، الاصعب حاجه يعني في السلم كله اهو. شوفوا الاربعه دول من دول، شايفين الفرق طبعا، شايفين اللي اتمسح من اللي ما اتمسحش، واتمسح بمقشه وانا واقفه زي ما أنا. بس انا هوريكم الفرق بقى ما بين الطلعه اللي اتمسحت اهي، الطلعه اللي اتمسحت. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش عليكم الفيديو. صدقوني والله العظيم انتوا لو جربتوا يعني تمسحوا السلم بالطريقه دي والله هتدعولي. نشوف الطلعه بقى اللي ما اتمسحتش، كل حاجه ما بخليش حاجه قبل ما بعملها. شوفوا بقى ده كله ما اتمسحش طبعا، شايفين شايفين اللي ما اتمسحش. انا ما بسيقش التسييق ده الا كل شهر مره، بيفضل نضيف عليها شهر والله اكتر من شهر، والله بيفضل كتير على المسحه دي اكتر من شهر. الميه هي مش مخليه لك حاجه اصلا عشان تدعكيها، يعني الميه مش مخليه لك حاجه على درج السلم عشان تدعكيها. الميه ما شاء الله مبوشه لك كل حاجه. شوفوا فاكرين الوقت كان شكلها عامل ازاي. هكمل برضو وهرجع لكم في الدرجات الصعبه. شوفوا جمال الفرق، شوفوا جمال الفرق بقى. شايفين الفرق؟ فرق السما من الارض. خلي بالكم انا كل قلبه بمسح بالمقشه بوريها لكم، والله العظيم هي الكاميرا مش مبينه الحقيقه. انتوا لو شفتوا درجه السلم فعلا بقى بيجري معاها، وهوريكم انتوا هتشوفوا الفرق بنفسكم. كل طلعه انا بعملها بوريها لكم. المقشه بقى بتجيب لك الازقار، بتجيب لك كل حاجه. شوفوا بقى جينا للمرحله الصعبه، شايفين دي الدرجه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. جينا للمرحله الصعبه، واوريكم برضو المرحله الصعبه دي هتنضف معايا ازاي، برضو بدون ضحك وبدون اي حاجه اهو. انا بشوف ناس بتوع تسيق السلم جردل وقماشه
وفرشه. ليه كده؟ ليه كل ده؟ ليه تتعبي نفسك وليه توجعي ضهرك؟ ما تشتري نفسك، تجيبي مقشه ومساحه تخليه زي الفل اهو وانت واقفه. والله انا ما وطيت من ساعه ما انا بدات. انا السلم بتاعي حوالي 3 ادوار، ما خدش مني حوالي 10 دقايق. يعني فعلا اللي في الفيديو ده، يعني وقت الفيديو هو اللي انا ما خدش مني حاجه اهو. شايفين اصلا، شايفين اهي. يعني دي كانت اهي بالنسبه لكم، دي ممكن تكون اصعب حته اهي، وانا واقفه زي ما انا برضو ما وطيتش اهي. شوفوا ما شاء الله. تعالوا بصوا على الحته دي كده اهي. انتوا شايفين الفرق بعينيكم. هي اللي امي وهي تشجعي وسيئة السلم بالطريقه دي، وصدقيني هتفرحي جدا من النتيجه، وصدقيني برضو هتدعيلي. ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حاجه، اتمنى منكم شير ولايك واستنوا منه كل جديد، وان شاء الله هنزل لكم كل حاجه تفيدكم. ما عادش بقى غير الدرجتين دول همسحهم ويبقى كده خلصت. هقفل الميه بقى وراح اجيب المساحه وهمسح، ويبقى كده خلصت. ولا وطيت ولا ظهري وجعني ولا هدومي اتبلت ولا غرقت نفسي. 'دي همسحها بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين، وامسح دي برضه بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، وهرجع لكم تاني. ادي كده اهي. شايفين كان شكلها عامل ازاي؟ انا سبت لكم برضه درجتين اعملهم معاكم اهو. والدرجه التانية اهي. انا كل اللي انا بعمله اني مش عايزه اطول عليكم الفيديو، يعني ان انا اوقف الفيديو على ما اعمل حاجه. انا بحاول ان انا ما اطولش عليكم الفيديو عشان ما تزهقوش. ويبقى كده خلصت ال3 ادوار في اقل من ربع ساعه. ال3 ادوار ب6 طلعات. ويبقى كده خلصت. هلم بقى الحته دي. شايفين اما الميه جت عليها؟ شوفوا شايفين. هلمها بقى كلها وهرجع لكم. انتوا اكيد واخدين بالكم من الفرق يعني. وخرطوم ومقش، ولا فرشه ولا جردل ولا قماشه ولا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى برضو ان انتوا تكونوا استفدتوا منه حاجه، واتمنى ان انتوا تجربوا طريقتي يعني. صدقوني هتتبسطوا منها جدا. يبقى انا كده خلصت، مسحت كله، مخدش طبعا مني وقت خالص اهي. وهطلع برضو على الدرج. شوفوا الدرج بقى بينور. فاكرين شكل السلم الاول كان عامل ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. هاجي بقى المساحه وامسحه، ويبقى كده ايه خلاص خلصت. المساحه طبعا ما بياخدش مني دقيقتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.